السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازي حضراتكم؟ كل سنة وانتم طيبين بمناسبة ليلة الإسراء والمعراج. ربنا يكمل علينا بالصحة والستر والعافية ويا رب يغفر لنا كده ويجعلنا من المقبولين إن شاء الله ويبلغنا رمضان بإذن الله. الحقيقة بعد ماتش الزمالك اللي فات اللي احنا اتلدعنا فيه 1-0. انا كنت حذرت قبلها بيوم، قلت خلي بالكم من الماتش ده، خلي بالكم من الماتش ده. طلع الجيش، لا مش ما كانش طلع الجيش يا ربي، كان الفرقه ما كسبتش خالص دي، وكسبت مودرن سبورت دي. دي اول مكسب ليا في الدوري كان على الزمالك. انا قلت الكلام ده، الحكم لازم يظبط الدنيا، لازم يظبط الدنيا الحكم. يعني في 2 بلنتي للزمالك ما اتحسبوش في الماتش ده، وعشان كده انا قلت العبوا وجهاتوا، هاتوا بدراعكم جوان، لان الحكام ما هتصدق، الحكام ما هتصدق. خلي بالكم، خلي بالكم، مجلس اداره نادي الزمالك ده بعيد عن ماتش النهارده، مجلس اداره نادي الزمالك هو السبب الاول والرئيسي والاساسي في الخيبه اللي فيها نادي الزمالك دي. وانا بقول لكم اهو، زي ما جيتوا هتمشوا، وربنا بس ايه يطول في عمركم شويه ان ما مشيتوش الموسم ده. هو ده الزمالك اللي هيقابل بيراميدز كمان 4 5 ايام، هو ده الزمالك اللي هيقابل بيراميدز كمان 4 5 ايام. 4-1 ولا 5-1 ولا 10-1 حتى، هو ده ماتش؟ هي دي طريقه لعب؟ عارفين النهارده الجونه لعبت عليك ازاي؟ بالكره الثانيه اللي احنا قلنا عليها. مش كنا نقول ان الزمالك افتقد الكره الثانيه؟ جوزيه جوميز كان بيسيطر على وسط الملعب في ماتشات الاهلي، كان بيسيطر، كان بياخد الكره في رجليه على طول بالكره الثانيه. النهارده بقى علاء عبد العال لعب الكره الثانيه عليك، وانت برضه مفيش فايده برضه. جروس بيرجع اللعيبه، كل واحد يقف في مكانه ويدي له فرصه للمنافس انه يطور هجمته. ده مش عايز اقول لك بقى، يعني عبد الله السعيد النهارده كان خارج مستواه خالص، كان نايم، مفيش الا الجون اللي جابه بس، راجع من الاصابه نايم، مفيش، مضيع. مصطفى شلبي ده تاني ماتش ليه بعد الماتش اللي اتألق فيه في افريقيا، زي الزفت. محمود حمدي الونش يا حبايبي، يا حبايبي يا حلوين، محمود حمدي الونش مش هيرجع زي الاول تاني، خلاص. انت عايز كده سيرد باك، انت كده عايز سيرد باك. النهارده جروس ما عملش حاجه، طلع ناصر منسي ونزل الجزيري، وطلع الونش ونزل جيفرسون كوستا. بالمناسبه شفتوا كوستا ده عامل ازاي؟ يعني شفت كوستا ده عامل ازاي؟ شفت لما اتلعبت كره من ورا ظهره ولف خرج نفسه بره اللعبه خالص؟ في لعبه كده في الاخر جاي يقطع الكره، اللعيب عامل فنت عليه كده، هو راح ملففه حوالين ظهره، حب يلف ياخدها، راح خارج بره اللعبه خالص. اهو ده ما جايب مين؟ ده ما جايب مين؟ حسين السيد وزياد كمال. حسين السيد محمد حمدي، حسين لبيب. شوف انا قلت كام واحد؟ في نادي في الدنيا محترم ينفذ سياسه تطوير فرقه ويجيب لعيبه ونقول اصل ده اللي جاب فلان وده اللي جاب علان وده اللي جاب فلان وده اللي جاب علان؟ ينفع؟ زي ما جيتوا هتمشوا تاني، زي ما جيتوا هتمشوا، ومش هتقدروا على جمهور الزمالك. صعب قوي قوي، لا 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 لا، صعب قوي، صعب قوي. والمواضيع دي مش هتعدي كده، المواضيع دي مش هتعدي كده، هتتحاسبوا. في لعيب يجي في الانتقالات الصيفيه تمشيه في الانتقالات الشتويه؟ كونراد مش لاك، تجيبه في الشتاء في الصيف تمشيه؟ عايز تمشيه؟ قاعد لك، عايز $900,000.
بمناسبه كونراد مشلاك، اشرف بن شرقي اللي هيروح الاهلي ولا لوم عليه. اشرف بن شرقي قصته انه حجز تذاكر الطيران، وممدوح عباس قال لهم ادي $1,400,000 اتعاقدوا مع اشرف بن شرقي. طلعوا اشاعه ساعتها وكلنا صدقناها ان اشرف بن شرقي مش لاقي نادي ياخده، وان الريان القطري عرض عليه $900,000. تمام، راحوا عارضين عليه $600,000 وقالوا له يعني هنقسط لك ولا $400,000 بعد ما خدوه من ممدوح عباس، وهنقسط لك المليون الباقيين. الواد رفض، الريان القطري خده تاني. خدوا بكام؟ ب $800,000 عشان يجيبوا مين؟ كونراد مشلاك. ده حتى اللي جابه ما يعرفش اذا كان هو بيلعب جناح يمين ولا شمال، كانوا فاكرينه بيلعب جناح شمال. يعني حتى اللي جابه ما يعرفش، حسين السيد ما يعرفش. يعني معنى كده ما هو اصل الكلام ده كله يا جماعه هيخلي فيه ريحه مش حلوه في الموضوع. مع احترامي الكامل ليكوا، يعني لا حد بيتهمكم بعدم نظافه اليد ولا، انما كده لا، كده لا. ما جيبش اشرف بن شرقي اللي كان هيرضى بمليون دولار واروح اجيب كونراد مشلاك. يبقى في حاجه، في ان في الموضوع، في ان في الموضوع. وفي وكلاء مش عايز اقول اسمها، من واحد اسمه سمير. الاثنين دول هم اللي بيجيبوا الصفقات دي على طول للزمالك، متسلطين بقى من الاهلي. اعضاء في المجلس متفقين معاهم هم اللي يجيبوا الصفقات. الله اعلم. من مجلس فاسد لمجلس منبطح وريحته مش كويسه. من مجلس فاسد لمجلس منبطح وريحته مش كويسه. ده لو الخطيب نفسه جابكوا عينكوا في الزمالك عشان تخربوه مش هتعملوا كده، والله ما هتعملوا كده. كان زمانك دلوقتي راكب القمه ومدلدل رجليك. تخيل، كان زمانك دلوقتي عندك 23 نقطه، تفرق عن الاهلي ب3 نقط وتفرق عن بيراميدز بنقطتين. انما لعيب اتصاب في ماتش طلائع الجيش، لعيب اتصاب واحد بس خسرك ماتش. وبدل ما الافندي جروس يعدل، لا ده بيطلع ده بدل ما يعدل في طريقه اللعب بينزل شيكابالا مكان المسلوسي المصاب. بينزل شيكابالا مكان المسلوسي وبيسحب محمد شحاته ورا، بيفضي نص الملعب. تخيلوا المسلوسي اتصاب، رجع محمد شحاته خلاص ونزل لعيب نص ملعب. يكشي يا رب ترجع المهاجم يبقى في نص الملعب، بدل ما تلعب 2 مهاجمين ورا بعض. انت عندك ناصر منسي، بدل ما تنزله مع الجزيري بتطلع الجزيري ليه؟ والجون اللي جابه طلائع الجيش دوت ال1-2 ده ماشي، اتعمل 3 مرات في الماتش. مره حسين السيد انقذها، ومره الولا نفسه طولت منه، والتالتة جت جون. الزمالك 10 ماتشات دخل فيه 10 تجوان، تخيلوا، وهو اقوى هجوم. ماتش النهارده لا ينم عن خير ابدا، لا ينم عن خير. رغم ان انت كسبان 4 وجايب جون في اول 7 دقايق، تشوف طريقه اللعب مفيش كوره تانية، مفيش تحرك من غير كوره. اللعيبه بتلعب يعني زي ما تقول كده ايه، ادينا جبنا لك جون وخلاص، ما بتاخدش مستحقاتها ومهدده انها ما تنزلش الماتش الجاي. اقول ايه بس؟ الواحد بس مش عايز يعني اقول ايه، يعني اقول يعني يا ريت الزمالك يتغلب الماتش الجاي واللي بعديه عشان المجلس زي يطرد بره، يتضرب بالجزم بره النادي، بالجزم القديمه، يطلع بره النادي. اقول ايه بس؟ هو مكتوب على النادي ده ليه كده ليه مكتوب عليه الشقه كده؟ وليه مكتوب عليه القلوب السوداء دي؟ ليه مكتوب عليه القلوب السوداء دي؟ يعيش كده في شقه ليه كده؟ قلت لك الحكم هيسند الاهلي تعادل وسنده في الماتش وجاب له بينالتي. تاني يوم الزمالك اتغلب. امبارح الاهلي
امبارح الاهلي برضو تاني. ما هو خلي بالكم يا جماعه، اللي بيحارب الزمالك مش اتحاد الكره بس، ولا الرابطه، ولا لجنه المسابقات، ولا الحكام. كل دول بيحاربوه، بس يعني حاجات صغيره كده. العدو الاساسي لنادي الزمالك هو مجلس ادارته. تخيلوا بقى، هو العدو المباشر الوحيد لنادي الزمالك مجلس ادارته للاسف. امبارح ماتش الاهلي، بيراميدز، عارف لو بيراميدز جاب جون، عارفين لو ما كانش جاب الجون بيراميدز في الشوط الاولاني ما كانش هيطرد احمد توفيق الحكم. بيقولوا عليه مأذون وكويس، ماشي يا عم وماله يا عم، بس اللي حصل امبارح دوت ما يدلش ان انت مأذون خالص ولا تعرف ربنا. يطرد، لعبه عنيفه فيها تهور خلاص، انما غير متعمده، لان الوضع التشريحي بتاع احمد توفيق خلاص بيحجز عليه، فالتاني وشه اللي واطي راح جاي يقع في وشه، ما يديش اي طرد خالص، بس لازم يعمل حاجه. مش ما هو بيراميدز فاتح، وبيراميدز امبارح كان مبهدلهم، وهم جابوا جون في نفسهم من خوف. اللعبه اللي حصلت من رامي ربيعه دي يجيب جون في نفسه كده، لا ده عنده كوابيس، عنده كوابيس وهو بيلعب في الماتش. فكان بيراميدز كان هيشيلهم سكور امبارح لما اتطرد منه احمد توفيق. خلاص اصبح يعني الموضوع بقى تمام كويس، نقدر بقى ايه الاهلي يرجع، هيزيد بلعيب كلام من دوت. يشاء العليم القدير ان بيراميدز يجيب الجون الثاني من بينالتي صح، لان محمد هاني ولا مش عارف كان مين اللي في 18 زفت الطين مين، معاه الكوره وعايز ياخدها، وقام جاي ياخدها تاني طولت منه، جاي ياخدها ابراهيم عادل، هو اللي رجله سبقت على الكوره، لمستها الاول كعوروه، خد بنالتي صح، يوم الاهلي يجيب جون الاولاني بعديه على طول، انا استغربت في الزيزاب 3 دقايق ويتحسب له بنالتي، ويتحسب له ويجيب جون تاني برضه نفس الحكايه برضه. انا ما اعرفش في دقيقتين ازاي جاب جونين. طب وبعدين هيتعادل الاهلي فيقول الحكم حاسب بنالتي، غريبه جدا بقى. انا اول مره انتوا حضراتكم بتتفرجوا على الدوريات الاوروبيه بتشوفوا كده، الحكم ادى قرار، يا الفار بيراجعوا في ساعتها، يا اما ادى قرار وسكت خلاص هو ده قراره. انما عندنا في مصر الحكم ادى قرار، امبارح ما حسبش حاجه، ما حسبهاش بنالتي، ودقيقتين 3 ماشي، والجمهور 1-2 الفار راح فين؟ 1-2 الفار، يا فار يا فار الحقنا يا فار، يروح الفار سامع الجمهور يروح مكلمه، تعالى شوفها يا عاشور معلش، تعالى شوفها. ما هو كان عاشور، مش كان مين امبارح والله، البنا، تعالى شوفها. البنا يروح يشوفها يجي يحسبها بنالتي، يا سلام يا سلام، ولا فيها ريحه البنالتي خالص خالص. الاثنين داخلين على الكوره، والكوره في نقطه واحده، في نقطه كده لو عملناها كده نقطه وهميه كده ووصلناها بخط بقلم كده، هتلاقي ان هما الاثنين عايزين ياخدوا الكوره بدماغهم، المهاجم عايز ياخدها بدماغه والمدافع عايز يطلعها بدماغه. الوضع التشريحي بتاعهم هو ده، فغير متعمده برضو ما فيهاش حاجه. عشان كده الحكم، وهو كان الحكم اللي عينه يتدب فيها رصاصه، كان واقف قريب منهم وشايفها وما حسبهاش، بس جمهور الاهلي ندى يا فار يا فار تعالى يا فار، يلا يا فار يلا يا فار، الفار يحسبها. يشاء العليم القدير ان الولد بايظ التاني بتاعهم اللي اسمه امام عاشور اللي هيحصل كهربا ماشي، يطلعها فوق تخبط في العارضه، بيلعبها هلابيله هلابيله، عشان ربك هو العدل، عشان ربك هو العدل. النهارده الزمالك انا كنت خايف جدا ان الحكم يعمل حاجه، بس الفرقه اللي قدامه مش يعني فرقه ضعيفه، يعني الجونه ما فيهاش حاجه يعني.
لعب النهارده الزمالك نفس طريقه جروس برضه، ما بي... يعني الكوره الثانيه ما بيعملهاش، مش عايز كوره ثانيه، هو عايز يوقف اللعيبه في مكانها. بس النهارده بقى الاسوأ كمان ان مفيش تحرك من غير كوره، مفيش تغيير مراكز، مفيش تغيير مراكز، كل لعيب بيستنى كوره، وخصوصا زفت الطين مصطفى شلبي اللي انا مش مقتنع بيه تماما، بس مش عارفين يمشوه ولا عارفين يمشوا كونراد مشلاك. ده مصطفى الزناري الراجل قال انا عايزه، ما هيجيب منين؟ هيجيب منين النهارده 27 في الشهر؟ هتجيبوا مين؟ الاهلي بيقف، الاهلي بيقف، هياخد بن شرقي وجاب لعيب امبارح الله يبارك لهم فيه، يعني يبقوا يقابلوني، اللي جال اللي مش عارف اسمه ايه كده، زفت اسمه ايه كده معرفش، اللي يعني هو نازل جاب جول، انما تحركاته في الملعب مش هي، مش الكواليتي. الاهلي بيقف على رجله، كان فرصه تركب الدوري وتقف انت على رجلك لو في نوايا خالصه. الجون النهارده اللي دخل في الزمالك ده، عارفين دخل ليه؟ ده بايلك كده، عشان هنا مش نظيف، النيه مش خالصه لله، مجلس الاداره بيحارب بعضه، كل واحد عايز ياخد اللقطه، انا جبت ده وانا جبت ده وانا جبت ده وانا جبت ده. بابا نويل خلاص قفل ايده، بابا ممدوح عباس خلاص بعد ما كان عايز يجيب اللعيب اللي اسمه اشرف بن شرقي خلاص، وبعد كده شافهم منبطحين، مش عارفين ياخدوا فلوس من حد. مدحت العدل ولا سامي العدل، لا الله يرحمه سامي العدل، مدحت العدل لسه قايل في تويت عنده، قال لك انا مش هساند الزمالك تاني خلاص، كان مدعم كان بيصرف، ده مديهم 1,800,000 دولار عشان يجيبوا اللعيبه اللي فاتت دي، اللي منهم جيفرسون كوستا. شفتوا عامل ازاي؟ قال انا مش خلاص مش هساند نادي الزمالك تاني، عشان كونه انه ما يعترضش على حكم الماتش بتاعه بتاع طلائع الجيش، وما يقدمش اعتراض رسمي، يبقى ده مجلس منبطح، قال كده وانا مش هساعده. عرفتوا بقى لما قلت لكم ان رجال الاعمال رافضين يقفوا جنب الزمالك ليه؟ عشان حاسين ان لو عملوا حاجه مش هتعود بخير. مجلس، مش عايز اقول كلمه تانية، يعني مجلس تافه، ومجلس بيحارب بعضه، وكله عايز يخلص حسابات مع التاني. معرفش ليه، مع انهم كانوا حلوين قوي اول ما انتخبوا احمد سليمان انضم لحسين لبيب، ما هو انضم له عشان بعد كده ياخد السجاده من تحتيه، هو عايز اصوات وعايز ينجح. برضه النيه مش كويسه، حسين لبيب مع حسين السيد، واحمد سليمان مع هشام ناصر، واللي طار في النص المندوب الحسيني، ده اللي طرح في النص يا عيني مش عارف يعمل ايه، اللي ماسك امين الصندوق. وتخبيط هشام ناصر مع احمد سليمان، والصالات ضاعت بعد ما كانوا ما بيشموهاش، ما كانش الاهلي يشمها، لا يد ولا طايره ولا سله ولا تنس طاوله كمان، في النازل في النازل في النازل، مفيش نيه. عشان كده الجوره دي دخلت النهارده، عشان كده الجوره بتاعت طلائع الجيش دخلت، لان مفيش نيه، نيه مش صافيه لله. لو النيه خالصه لله يقف الزمالك على رجله وتلاقي الفلوس جات له زي الرز. ما محمود الخطيب اهو مش عايز يدفع مليم لاشرف بن شرقي، وكلم رجال اعمال وكلم رجل اعمال في قطر هناك، وعشان ياثر على الريان، عشان وناس بتساعد لان عارف ان هو هيجيب مين، ده عايز يجيب ده، لا هات، احنا نجيبه لك عشان احنا نتبسط ونتكيف. انا راجل اعمال عايز اشوف الزمالك بطل دوري سنتين ثلاثه، عايز اشوف الزمالك بطل افريقيا، اصرف، يا اما هقول لك خدهم وادهم لي من بطوله افريقيا لما تاخدها. الاهلي بيتكلم في الدولارات، بيقول لك الاهلي بيتكلم على اللعيبه، انا حدودي $1,000,000، انا حدودي $2,000,000، بيتكلم بالدولار. منين؟ من البطولات اللي دخلها مش بعرقه، من الدوري اللي خده مش بعرقه، دخلوا افريقيا، وما زالوا لسه بيسندوا الاهلي، هيفضلوا يسندوه، ولو انت عليت عليه هينزلوك.
ادوا له الدوري وخلاص، ما احنا قلنا كده يا جماعه، ادوا له الدوري، قولوا الاهلي بطل الدوري وخلاص، مش شكرا. وهو عندهم في الجزيره، خليه عندهم بقى. انما بالمنظر القذر ده، دي قذاره، دي اسمها قذاره. لما الحكام تعمل كده، عشان ايه كل ده؟ في بلد في الدنيا فرقتين بس اللي بياخدوا الدوري، منهم واحد واخد 3 اضعاف التاني. عشان ايه؟ وبقيتي فرق مفيش خالص، مفيش. اخر فرقه غير الزمالك والاهلي واخده دوري كان الاسماعيلي من 24 من 25 سنه. هو في كده؟ هو في كده؟ يبقى الكوره فيها حاجه غلط. عمر الاهلي ما هيكبر كده. كل ما هيزيد الموضوع ده، كل ما هيزداد في عنا، الا كل ما بيوطى مش بيعلى. الزمالك اللي معليه وخليهم متمسكين بيه انه نادي نظيف، نادي مش بتاع الوساخه دي كلها، لكن ربنا بليه بمجالس اداره: ممدوح عباس، مرتضى منصور، وحسين لبيب. الماتش الجاي الزمالك مش هيبقى بخير، الماتش الجاي بيراميدز مش هيبقى بخير، مش هيبقى بخير بالمنظر ده كده. وعدد جروس ده زي ما سابنا قبل كده من 5 6 سنين، رجع لنا تاني بنفس المنظر. والغلطه بتاعتكم ان انتوا ما جبتوش حد غير جروس. قلنا جيبوا طارق مصطفى، الناس قامت وصحت الصبح وكانت الاداره لا حسين لبيب موقع مع جروس. طب في لعيبه اهو جايبينه من مصر المقاصه، من اشبال مصر المقاصه، يلعب باك ويلعب جناح، يلعب باك يمين وجناح يمين. طب ما انت عندك قطاع الناشئين بتاعك، ما توفر الفلوس ديت وهات حاجه محترمه، وهات اللعيب ده من قطاع الناشئين بتاعك. وقطاع الناشئين بتاعك ما زال لحد دلوقتي هو احسن قطاع ناشئين في مصر، لكن الاخ حسين السيد عايز يبيعه. انما انتوا مجلس منبطح. لو حد شاف الصالح فين التاني يحاربه، لو حد شاف الصح فين التاني يحاربه. عشان ايه؟ عشان النوايا مش لله، منكم لله. السلام عليكم.